السلام عليكم حبايبنا الغاليين. ان شاء الله النهارده بكام مكون موجود في البيت هنقدر نعمل كذا صوص هيمشي مع اكلات كتير. يلا بينا نبدا. هنبدا اول حاجه بالمايونيز. هننزل بالبيض اول حاجه، معانا بيضتين، سكر، ملح، معلقه مستردة، وعصير ليمونه. وهننزل بنص كوبايه زيت. وهنضربهم بالهاند بلندر، ونفس الطريقه ممكن نعملها في الخلاط، بس في الخلاط هنقطر الزيت واحده واحده. يلا بينا نضرب. بنضرب من تحت لفوق. وبعد ما وصلنا للقوام ده ننزل عليه بخل، معلقتين خل. انا بعد ما ضفت كوبايه زيت ضفت نص تاني عشان يوصل للقوام التقيل ده. بعد ما خلصنا المايونيز هنفضيه في طبق، وهنعمل من صوص المايونيز صوص هاني ماستر وصوص تارتار. يلا نعمله. هنحتاج للهاني ماستر هننزل بمعلقه مستردة، معلقتين مايونيز، معلقه عسل نحل كبيره، وهنخلط ده كله ببعض. ده كده معانا الهاني ماستر. هنحتاج لصوص التارتار معلقتين مايونيز، بصل برنواز وشبت وبقدونس، خيار برضو متقطع برنواز قطع صغيرة شبه كده مخلل، وده اللي احنا خللناه في الفيديو اللي فات. نص ليمونة، ومعلقة قشطة حمضية، ممكن نستبدلوها بكريمة لباني. وهنضيف له فلفل اسود حسب الرغبة، ممكن ما نضيفش خالص عادي. ده كده صوص الترتار خلاص معانا. هنحضر بقى الصوص الرابع، وده صوص السراتشا. هنحط فلفل احمر في الخلاط، وهننزل عليهم ب10 فصوص توم وربع كوباية مية صغيرة. بعد كده هنصفيه بعد ما ضربناه في الخلاط عشان ناخده المية بتاعته بس. بعد ما صفيناها كويس هناخده المية بس. هننزل بمية الفلفل على النار. بعد ما غلى هننزل عليهم ب3 معالق خل، معلقتين سكر، ونص معلقة ملح صغيرة، ونقلبهم كويس. بعدين هنضيف عليه معلقتين نشا مدوبينهم في مية عشان نربط الصوص بتاعنا. بسم. وصلنا للصوصات اللي احنا عملناها. المايونيز، وعملنا منه الهاني ماستر، وعملنا منه صوص التارتار، وبعد كده عملنا بالثوم والفلفل الحار عملنا صوص السراتشا. جربوهم هيعجبوكم جامد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.